معلم عيد، ناس بتعيد ناس بتعيد، واللي يدوق العيد دلوقتي بكره هيعمل هو العيد. ايه اللي تخش تفتح عليه بكره بتاعته هيسمع ايه، خليه يعيد وسط اللمه وبكره يلف من العيد حواليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في جوجل العلوم. أنا محمد سيد ودي حلقة جديدة، وهنبدأ ونقول أسئلة كتير بتدور. إيه قصة كحك العيد ده؟ ليه لما بنقرب على عيد الفطر كده لازم يظهر لنا حاجة وعادة مرتبطة بعيد الفطر وهي الكحك؟ وإجابة السؤال باختصار كحك العيد. الموضوع ده مش جديد، أنا مش بهزر فعلا. قصة الكحك دي مش قصة جديدة فعلا. القصة دي بتبدأ أيام زمان، أيام زمان أوي، أيام الفراعنة. يلا بينا نبدأ بقى ونقول لك قصة الكحك ديت إزاي. ونبدأ من زمان، زمان أوي أوي، أيام الفراعنة. لما كان الفراعنة بيعملوا كحك العيد، ولكن كانوا بيعملوه في أشكال مختلفة، وكانوا بينقشوا عليه ويرسموا عليه رموز دينية. كان ساعتها معظم الكحك ده ما كانش بيتاكل، اللي كانوا بيقدموه قرابين للآلهة. تعرف كمان إنهم كانوا بيكتبوا على الكحك زي كلمة مثلا كل واشكر. الكلمة دي كانوا بيكتبوها على الكحك وهما بيقدموا قرابين. الموضوع بدأ يتطور في العصر الفاطمي. لما وصلنا للعصر ده الموضوع خد طريق جديد خالص. احنا الدولة الفاطمية كانت بتعمل الكحك العيد ده، وكان اغلبيته بيدرس على الضغط، بيحط عليه حشو. الحاجة اللي ما كانتش موجودة قبل العصر ده، والحاجات اللي كانوا بيحطوها جوه الكحك ساعتها زي الطن والمكسرات، وكانوا بيرشوا من عليه فوق سكر بودرة زي اللي بنعمله دلوقتي بالظبط. ووصلنا للعصر المملوكي. ساعتها كانوا عاملين وظيفة جديدة، وظيفة اسمها دار الفطرة، وده كان مسؤول عن كحك العيد بس. والجهة دي ساعتها الدولة صرفت عليها بميزانية ضخمة جدا عشان يقدروا إن هم يوفروا الكحك لكل الشعب. وبقى في العصر العثماني كان الكحك ده حاجة أساسية، وكان بيتوزع على كل الشعب لحد ما وصلنا للعصر اللي احنا فيه دلوقتي. فالكحك جزء أساسي في عيد الفطر. مراسم بتخليك تروح تصلي العيد وترجع تلاقي كحك العيد جنبيه كوباية الشيبلا. طبعا في العصر الجديد ضافوا له حاجات كتيرة قوي، زيه زي البسكوت والغليبة والبيبي والكوكيز. حاجات كتير قوي اتضافت ما كانتش موجوده في العصور اللي قبل كده. ولكن دلوقتي مختلف بقى، الاضافات اللي بيحطوها جوه الكحك مش زي زمان. دلوقتي بيحطوا له الملبن والعجوه. ولكن دلوقتي بقى خلينا نسال سؤال مهم: ايه سبب بقى ان الكحك ده ماسك نفسه كده وحلو وبيمز كده ويخليك عايز تاكل منه كتير؟ كمان ليه دايما شكله مدور؟ ليه ما يكونش مربع مثلا او مستطيل؟ ليه دايما كحك العيد او الكحك عموما بيتعمل على شكل دايما؟ وهنا بعض المؤرخين قالوا ان الشكل الدائري ده مرتبط بدورة الحياة، معنى انها بتتجدد، وكل سنة لما بتعمل هو انك بتجدد الحياة دورة كمان. فالسكر اللي بترشح الكحك، السكر الناعم، وبعض الناس بيشوفوه ان ده حاجة من مصدر السعادة. لو سألتني عن رأيي في الكحك او السكر اللي بيتحط عليه هقول لك هو مجرد حاجة حلوة انا باكلها وبتبسط، ماليش دعوة بالكلام اللي انا قلته ده خالص. لكن في الاخر ما ننكرش ان فرحة العيد بكحك عيد هي تبقى فرحة كبيرة أوي. لما بيت العيلة وانت بتعمل الكحك او كوباية الشاي بلبن وانت بتاكل كحك العيد هي حاجة ممتعة جدا. كده نكون غطيت لك الجزء المرتبط بكحك العيد عبر التاريخ، وليه هي مواسم موجودة لحد دلوقتي وحاجة أساسية بعيد الفطر وحاجة بتفرحنا كلنا. في النهاية مش بقى إنك تعمل دايت، تعمل شير قبل ما تاكل كحك العيد. وكل سنة وانتم طيبين، ومع شكر العلوم ما تشيلش الهموم.